نهائي 2012 ده ما كانش مجرد ماتش، لا، ده كان نهاية رحلة طويلة ومليانة وجع. دي قصة ناديين، كل واحد عنده هوس مختلف، بس الاتنين بيجروا ورا حلم واحد مشترك بقاله 10 سنين. يلا بينا نشوف الحكاية ونبدأ مع هوس تشيلسي بالمجد الأوروبي. هوس بدأ مع مالك جديد. الحكاية بتبدأ سنة 2003 لما رومان أبراموفيتش اشترى تشيلسي، والسبب كان ماتش تاريخي بين يونايتد والريال. الهدف كان واحد ومفيش غيره، تشيلسي يكون بطل أوروبا، وعشان كده صرف فلوس كتير قوي من أول يوم. وصحيح نجحوا محليا مع مورينيو وغيره، بس الكأس الأوروبية فضلت بعيدة، والنتيجة تغيير مدربين على طول. النادي فضل يخسر في أوروبا خسائر توجع القلب لحد ما طموح ده اتحول لهوس بجد. ما بين أهداف عليها جدل وركلات ترجيح ضايعة، كل خيبة أمل كانت بتولع الرغبة في الكاس دي أكتر. بس يمكن أكتر خروج وجعهم كان نص نهائي 2009 قدام برشلونة، بسبب فضيحة تحكيمية لسه الناس بتتكلم عنها. طيب تعالوا بقى نروح للناحية التانية ونشوف حكاية بايرن ميونخ اللي كانت ماشية بطريقة مختلفة خالص. على عكس تشيلسي، بايرن عندهم قاعدة 50+1، يعني النادي ملك جمهوره، وده أجبرهم يفكروا صح وينموا بالراحة. بعد ما كسبوا اللقب في 2001، بايرن كان بيحاول يرجع هيبته في أوروبا تاني، وما كانش همه السيطرة المحلية وبس. خسارة نهائي 2010 قدام إنتر مورينيو كانت ضربة قاضية، درس قاسي قوي في طريقهم للقمة تاني. وهنا نوصل لموسم 2012. الفريقين كانوا في مرحلة صعبة، والقدر ساقهم لطريق غريب قوي للنهائي. موسم تشيلسي كان بايظ خالص، لدرجة إنهم مشوا المدرب وجابوا مدرب مؤقت خبرته على قده. أما بايرن فكان عندهم حافز مش عند أي حد، النهائي السنة دي كان على ملعبهم في ميونخ. الكل كان شايف إن الماتش في ميونخ محسوم لبايرن، بيلعبوا على أرضهم ووسط جمهورهم خلاص. وفي الدقيقة 83 توماس مولر جاب جون لباير، خلاص الحلم بيتحقق على أرضهم. لكن فجأة من أول كورنر لتشيلسي في الماتش كله، دروجبا بيجيب جون تعادل محدش كان يتخيله. وفي الوقت الإضافي دروجبا من بطل بقى هو السبب في ضربة جزاء لبايرن، فرصة من ذهب للقب. بس رابن ضيعها، وده كان مجرد بداية للدراما الحقيقية اللي كانت مستنية في ضربات الترجيح. ضربات الترجيح كانت فيلم رعب، والمشهد الأخير كله كان متوقف على رجل أسطورة تشيلسي. وفي ماتش كان ممكن يكون الأخير ليه، دروجبا جاب الكأس اللي أبراموفيتش كان هيموت عليها. ليلة ميونخ دي كانت نهاية هوس استمر 10 سنين لفريق، وبداية كابوس مرعب للفريق التاني. هي دي الكورة، لحظة واحدة بتفصل بين مجد تاريخي وحسرة ملهاش آخر.